ازيكم يا اصحاب؟ النهارده هنتكلم عن ايام الخليقه السته. هنعرف فيها قصه ايام الخليقه السته، وهنحاول نفهم ازاي زمان كانت قصه الخليقه بتتقري وتتفهم. خلينا نبدا بتكوين اصحاح 1 آية 1 و2. أول مجموعة من اليهود قروا النص ده كانوا متأثرين بحضارة الشرق الأدنى القديم، وكان في اختلاف في المفاهيم اللاهوتية والطقوس الدينية بين اليهود والبابليين، لكن في بينهم مساحة حضارية قريبة خلت في تعبيرات لغوية مشتركة ومعرفة بالأساطير وأسماء وأدوار الآلهة الوثنية. لكن في اختلاف بين المترجمين في دقة ترجمة الآية الأولى من سفر التكوين. الآية بتقول: في البدء خلق الله السماوات والأرض، أو حين بدأ الله خلق السماوات والأرض. وأيا كانت الترجمة فالنقطة المشتركة هي ربط السماء بالأرض، وده تعبير في الشرق الأدنى القديم ليه علاقة بكلامهم عن المعبد كمكان بيجتمع فيه آلهة السماء مع البشر في الأرض. أساطير الخليقة تبدأ بإن إله خالق لازم يغلب إله تاني زي إله الفوضى علشان يكون جديد بالخلق قدام باقي الآلهة. الإله الخالق بيبني معبد على اسمه ويحط فيه صورته. الصورة دي بتكون تمثال أو صنم في وسط المعبد. إنما النظرة اليهودية المؤمنة بالله الواحد بنلاقي فيها الله أو إلهيم مسالم، مش بيحارب علشان يثبت قوته ضد إله مزيف. بالعكس بنشوفه خالق عظيم بكلمة منه تتوجد الخليقة وبيرتب الكون بنفسه بدل الفوضى والخراب. الآية الثانية بتقول: كانت الأرض خاربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة وروح الله يرف على وجه المياه. تكوين 1:2. الآية هنا بتوصف الفوضى اللي ممكن تكون ارتبطت بفكرة الحروب بين الآلهة الموجودة في فكر الشرق الأدنى القديم. الفوضى موجودة في النص لما بيقول خاربة وخالية، وموجودة كمان تحت اسم الغمر ووجه المياه. المية ارتبطت في الفكر القديم بإله الفوضى الكنعاني، وهو بيهزم الإله الخالق بعد حرب شديدة. أما الكلمة العبرية روح ممكن تترجم روح أو ريح، فإله إسرائيل ما بيحاربش الفوضى ولا بيتأثر بيها، لكن بيمحيها بكلمته. ومن بداية القصة بنشوف إله إسرائيل أعلى من آلهة الأمم، وكلام سفر التكوين بيكمل بطريقة هدفها إنه يشيل الأفكار الأسطورية عن آلهة الأساطير الكنعانية المحيطة. قبل ما ندخل في شرح أيام الخليقة الستة اللي هتبدأ من الآية الجاية، خلينا نبص على مثال نفهم منه طبيعة أساطير الخليقة في البيئة المحيطة بشعب الله وقتها. الأساطير كانت بتشكل جزء من فكر البشر في العالم القديم بعكس تفكيرنا في العصر الحديث. يعني مثلا الشخص في العصر الحديث بيفكر إن عكس الوجود هو اللا وجود أو العدم، اللا شيء. لكن زمان كانوا بيشوفوا إن عكس الوجود حاجة زي القوة الشريرة بتتجسد على شكل فوضى. في أسطورة بابلية شهيرة اسمها إنوما إليش بتعتبر نموذج قديم للأساطير فيها حاجات شبه قصة الإصحاح الأول بالتكوين، لكن بعيد عن التشابه بنشوف في الأسطورة ماردوك واحد من الآلهة البابلية أعلى من باقي الآلهة، بياخد حق الخلق بعد ما قتل إله الفوضى الإله تيميات. وهنا بنلاحظ إن في إشارة لتيميات في سفر التكوين اسم عبري شبيه وهو تيهوم، وهو بيترجم بالعربي بكلمة غمر. كاتب سفر التكوين لأنه عارف الثقافة المحيطة بيه حب يأكد إن إله العبرانيين مش زي ماردوك اللي محتاج إنه يكون أعلى الآلهة علشان يستحق يخلق، لكن هو الإله الخالق الوحيد ومفيش إله أعلى منه، ومش محتاج حرب علشان يأكد على قوته. وببساطة بيحتضن المية بروحه والرياح الخاصة بيه. علشان كده ضروري نعرف السياق اللي بينور حاجات مش واضحة في النص، منها مثلا انه ما سماش النورين بالشمس والقمر، وقال عنهم النور الأكبر لحكم النهار والنور الأصغر لحكم الليل، علشان الشمس والقمر كانوا بيعبدوهم في الحضارات الوثنية بأسمائهم، فاكتفى النص انه يقول عنهم أنوار خلقها إله إسرائيل ما تستحقش حتى ان اسمها يتقال بشكل مباشر. أيام الخليقة الستة ممكن يكون أحسن لينا إن احنا نقرأ أيام الخليقة الستة حسب فكرة كل يوم قدام بعض مش ورا بعض. فمثلا بنشوف اليوم الأول اتخلق فيه النور، قدام اليوم الرابع اتخلق فيه النورين العظيمين، وبنفس الطريقة لليوم الثاني، وبالتالي اليوم الثاني بتتخلق فيه السماء عن طريق فصل المية فوق الجلد عن المية تحت الجلد. قدامه اليوم الخامس اتخلق فيه طيور السماء والأسماك اللي بتعوم في المية. أخيرا اليوم الثالث اتخلقت فيه الأرض والنباتات، ونقرأ قدامه اليوم السادس اللي اتخلقت فيه الحيوانات والإنسان علشان يعيشوا على الأرض ويعتمدوا على النبات في حياتهم. أما اليوم السادس فهو يعتبر يوم كمال الخليقة، وبيوصف الله عمله في اليوم ده بأنه حسن جدا
عن عكس وصف باقي الأيام بأنه حسن بس. وطول ال6 أيام الله بيخلق كل شيء ويكمله بنفس الطريقة التي سبقت. فبنلاقي مثلا السماء والأرض، المية فوق الجلد والمية تحت الجلد، والرجل والمرأة. بعد كده بيجي اليوم السابع كيوم متميز ملوش مثيل، لأنه يوم الرب إله إسرائيل. وقيمة الاحتفال الأسبوعي بيوم السبت أو يوم الشبات عند اليهود تيجي من قصة الخلق اللي بتوصل لأهم نقطة فيها عند يوم الرب بين الشعر والعبادة. علماء الدراسات الكتابية بيشوفوا نص سفر التكوين من إصحاح 1 لحد الإصحاح الثاني آية 4 على إنه نص شعري ليتورجي، ونظرتهم بتيجي من ترتيب النص ورؤية الأيام قدام بعض زي ما قلنا قبل كده. وكل يوم كان بينتهي بآية وكان مساء وكان صباح، كأنها بتفصل بين جزء وجزء أو بيت بيتكرر في القصيدة. وترتيب المساء قبل الصباح فيه إشارة ليتورجية للعبادة اليهودية اللي بيبتدي اليوم فيها من عشية اليوم اللي قبله مش من الصبح. ومع الوقت أخذت المسيحية نفس الترتيب من النظام الليتورجية اليهودي. كمان الليتورجية الموجودة في تكوين 1 أقل بكتير من الموجودة في تكوين 2، عدد 1 إلى 3. ونص تكوين 2 بقى جزء من الليتورجية يهودية في صلاة القدوش اليهودية، والتي تعتبر بركة الخمر بتقديس السبت قبل أول وجبة في احتفال الشباط، وبتتصلى يوم الجمعة بالليل وقت غروب الشمس. النص هنا بيتميز بالتكرار زي الأساليب المنتشرة في صلوات الأزمنة القديمة. أما نص تكوين 1 فبيترتب بشكل دقيق جدا، بيظهر فيه اسم الله 35 مرة. لكن النص الخاص بيوم السبت واللي هو مقدمة صلاة القدوش بيتكون من 35 كلمة بالظبط. ولازم نفتكر ان الاشارات الرقمية اللي زي دي بقت جزء من الفكر اليهودي والمعروفة باسم الكابالا. كمان الاستخدام الليتورجي للنص بقى جزء من هوية شعب اسرائيل كشعب بيحتفل اسبوعيا بيوم السبت علامة على ولائهم لله، وهويتهم بقت جزء من كيانهم وصلواتهم. الإنسان، خلق الإنسان يعتبر الجزء الأهم في اليوم السادس. فبدأ ما يؤمر الله بخلق الإنسان زي المعتاد مع باقي الخليقة، بنلاقي الله كما لو كان بيدرس مشروع خلق الإنسان، وفي الآخر بيخلق الله الإنسان على صورته ومثاله. في بداية الحلقة شفنا إزاي الأساطير حوالين شعب إسرائيل وصلت الوثنيين لبناء معبد فيه صنم يعتبر صورة الإله. لكن إله إسرائيل يخلق معبد أو هيكل الكون أو الخليقة ما بيحطش في وسطه صنم صامت، لكن بيحط فيه الإنسان كصورته وبيختاره علشان يمثله على الأرض.